كاين مثل كيقول احذر عدوك مرة وصديقك 1000 مرة. وهذا المثل صحيح، لأنه الغدر أحيانا ما كيجيش من عدو، كيجي من شخص كتكون حاسبه قريب ليك وكتكون كتثق فيه. مع الأسف الغيرة، الحسد والغضب بعض المرات كتخلي واحد الشخص القريب يتحول لإنسان آخر، إنسان غريب، ويتصرف بلا ما يفكر في العواقب والنتائج، أو لا يندم حتى يكون فات الفوت. القصة ديالنا اليوم من مصر، وبالضبط من محافظة الدقهلية. قصة شاب الاسم ديالو إسلام. فبلا ما نطول عليكم كتر، شكون هو إسلام وشنو وقع ليه، شكون اللي غدر به؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة، وخلينا نبداو. الجريمة وقعت في 2019، وفي هذا الوقت إسلام كان العمر ديالو 24 سنة. كان يلاه شهرين باش كمل التجنيد الإجباري، وكان كيعيش مع الأم والإخوة ديالو في أسرة بسيطة ومحافظة. إسلام كان واحد الشاب اللي هادئ، الأخلاق ديالو مزيانة، عنده واحد السمعة طيبة، وكان بعيد على الصداع والمشاكل. ما كانوش عنده سوابق قضائية، وحياته كانت هادية مركزة على العائلة، الصحاب والخدمة. النهار اللي غادي اختفى فيه غادي يكون جاه واحد الاتصال من عند صاحبه أحمد، غادي يقوله واش بغى يخرج معاه ومع جوج صحابهم آخرين. إسلام غادي يوافق، وفعلا غادي يمشي عند صحابه، ولكن ما غاديش يرجع. كانت هذيك آخر مرة ماماه غادي تشوفه أو تهدر معاه. دازو ساعات وصل الليل وإسلام ما رجعش لدارهم. ماماه طبيعي غادي تخاف عليه، لأنه مش من العادة ديالو يبات خارج الدار وما يعلمهاش. ولكن إسلام ما غاديش يكون كيجاوب على الاتصالات ديال الأم ديالو، ومن بعد التليفون ديالو غادي يطفى. الساعات غادي يوليو أيام وإسلام ما كاين عليه حتى شي خبر. هنا الأم ديالو غادي تقرر أنها تمشي لمركز الشرطة باش تعلم بالاختفاء ديال الابن ديالها، على أمل أن الشرطة يكونوا عندها شي أخبار وتلقاه. بحكم أن الأم غادي تقول للشرطة بلي إسلام خرج مع صاحبه أحمد، فهنا طبيعي الشرطة غادي تحقق معاه، وأحمد ما غاديش ينكر بلي إسلام كان معاه، وغادي يقول للشرطة بلي كان خارج هو وإسلام وعبد السلام ورزق، يعني هما كانوا 4 ديال الناس. ولكن من بعد الخرجة فكل واحد فيهم مشى لدارهم، وحتى هما خلاو إسلام يعني غادي لدارهم وما عندهم حتى شي أخبار عليه. هنا الشرطة غادي تحقق حتى مع رزق وعبد السلام، وحتى هما غادي يقولوا نفس الحاجة. الشرطة غادي تبحث وغادي تتأكد من شنو داروا هما بثلاثة هداك النهار، وما غادي يلقاو حتى شي حاجة اللي تخليهم يشكوا فيهم ويشكوا باللي وقعت شي حاجة خايبة. الأيام ولات شهور وسنوات، وإسلام عمرو ما رجع للدار أو لهدر مع ماماه. للأسف الأم ديالو كانت كتعيش أصعب أيام حياتها، بحكم أنها ما عندها حتى شي أخبار على ولدها، ما عرفاش واش حي أو لا ميت، ما عرفاش شنو واقع ليه، وما كان حتى شي سبب اللي غادي يخليه أصلا يمشي بلا ما يفكر يرجع لدارهم. المهم غادي تفوت 6 سنين، وفي هاد 6 سنين الأم غادي تبقى تقلب على ولدها، وحتى الأصدقاء ديالو فهم غادي يديروا مجهودات، غادي يحاولوا يلقاوه، غادي يكونوا دائما كيجيو عند ماماه كيعاونوها، كيحاولوا أنهم يخففوا عليها هداك الحزن والألم اللي كتحس به، يتسخروا ليها. المهم عارفين بلي ما غاديش يقدروا يعودوا بلاصة إسلام، ولكن كيحاولوا أنهم يتهلاو في ماماه حتى يرجع هو على خير. طبيعي أنهم هما كل واحد فيهم كمل حياته. أحمد بقى في نفس المحافظة اللي هما ساكنين فيها وفتح مقهى ديالو. أما عبد السلام فهو مشى كيخدم في السعودية، وكان كيجي مرة. أما رزق فما كايناش أخبار على شنو بقى كيدير أو لا كيخدم في هاد الفترة ديال 6 سنين. في 2025 عبد السلام غادي يجي من السعودية، وغادي يمشي يتلاقى صاحبه أحمد في القهوة ديالو، ولكن غادي يوقع بيناتهم سوء تفاهم اللي غادي يخلي عبد السلام يمشي عند الشرطة ويعترف لهم بالجريمة اللي داروهما بثلاثة. هنا غادي تبدا تحقيقات جديدة، لأنه المتهم اعترف
بالجريمة اللي دار، فالشرطة غادي تمشي وغادي تلقي القبض حتى على رزق وعلى أحمد. فشنو وقع بالضبط هداك النهار وكيفاش حتى توفى أو تقتل إسلام؟ هداك النهار فعلا أحمد كان اتصل بإسلام وكان باغيه يخرج معاهم، ولكن غادي يوقع بيناتهم واحد سوء تفاهم صغير. أحمد غادي يقول الإسلام بلي عبد السلام قال ليه بلي هو تكلم على العائلة ديالو وعلى الأم ديالو بكلام اللي خايب. إسلام نفى وقال ليه بلي هو ما قال حتى شي حاجة على العائلة ديالو وما تكلمش على الشرف ديالو. وهنا أحمد غادي يقرر أنه يواجه عبد السلام وإسلام، وفي المواجهة إسلام غادي يبقى كيقول بلي هو ما تكلمش على العائلة ديال أحمد، ولكن مع الأسف أحمد ما غاديش يثق بيه وغادي يتعصب بزاف. هنا إسلام غادي يحاول أنه يهدي الأوضاع، يبعد على المشاكل، فغادي يفضل أنه يمشي في حاله وما يبقاش مع أصحابه. وهو فاش غادي يكون غادي، أحمد غادي ياخد واحد السلاح الأبيض وغادي يضربه، غادي يعطيه طعنة يعني في الظهر ديالو. إسلام بالصدمة فهو غادي يدور باش يشوف صاحبه، لأنه آخر حاجة كان يتوقعها هي أنه صاحبه يغدر به ويحاول أنه يقتله. ففاش غادي يدور مع الأسف أحمد غادي يعاود ياخد السلاح الأبيض وغادي يضربه 4 ديال الطعنات أخرى، يعني في المجموع فهو ضربه 5 ديال الطعنات. هنا مع الأسف إسلام غادي يموت، وهنا غادي يخافوا وغادي يقرروا أنهم يخليوا الجثة ديالو ويهربوا. ولكن وهما ماشيين في الطريق غادي يفكروا مزيان وغادي يقرروا انهم يرجعوا لمسرح الجريمه وانهم يتخلصوا من الجثه ديال الاسلام، لانهم قالوا اذا اسلام بقى في مكان الجريمه فطبيعي غادي يشوفوا شي حد، وهنا البوليس غادي يجي وغادي يحققوا في الجريمه وغادي يعرفوهم بلي هما اللي قتلوه، خصوصا ان اسلام كان قال الام ديالو بلي هو خارج مع صحابه. فهنا غادي يفكروا انهم ياخدوا واحد الصخرة كبيرة غادي يربطوها على اسلام وغادي يرميو الجثة ديالو في مجرى مائي. من بعد ب3 بيهم غادي يمشيو لجورهم بحال الا ما داروا حتى شي حاجه، وغادي يتفقوا على الكلام اللي يقولوا للشرطه في حاله ما مامة اسلام دارت بلاغ على الاختفاء ديال الابن ديالها. وفي مدة 6 سنين غادي يبقاو على اتصال مع الأم باش يعرفوا المستجدات ديال القضية، باش يعرفوا إذا توصلت لشي حاجة. هنا الشرطة طبيعي دارت إعادة تمثيل الجريمة باش تفهم شنو وقع بالضبط، ولكن مع الأسف ما غادي يلقاو حتى شي أثر الجثة ديال الإسلام. وخا هكذاك غادي ياخدوا عينات من الADN ديال الأم ديالو باش في حالة ما لقاو شي جثة يعني يشوفوا واش هي الجثة ديال الإسلام أو لا. ولكن كنقولوا الاعتراف سيد الأدلة، فالاعتراف ديال المتهمين ب3 كان كافي باش تم الإدانة ديالهم، وهما ب3 غادي تحكم عليهم بنفس الحكم الإعدام. وخا أحمد هو اللي قتل الإسلام، ولكن رزق وعبد السلام فهما تستروا على الجريمة، ما ساعدوش إسلام فاش كان في حالة خطر واعتبروهم مشاركين في الجريمة. القضية وقعت في مصر، وهنا باينة بلي الحكم هو الإعدام. أما إسلام فهو تسلط عليه صلاة جنازة الغائب، الله يرحمه والله يصبر الأم ديالو. الجريمة ديال اليوم كتعلمنا بلي الغدر مع الأسف ممكن يجينا من ناس قراب لينا بزاف، ناس اللي كنعزوهم وعمرنا ما غنتخيلوا بلي يقدروا يأذيونا. ونقل الكلام بين الناس ما خصوش يكون، لأنه سوء تفاهم بسيط كيقدر يتحول لمشكلة كبيرة وكيقدر يكون سبب في مصائب بحال هادشي اللي وقع. شكرا لكم بزاف على الاستماع، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقة جديدة وقصة جديدة.